السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي بقى، انا شارية النهاردة يا جماعة بديل السجاد اللي انتوا شايفينه دلوقتي. انا شارية كام واحدة كده، فحبيت ان انا اوريكم الالوانات وتقولوا لي ايه رأيكم، وتقولوا لي انا اللي هتريق مع الشقة بتاعتي، مع الدهان بتاع الحيطان ومع الانتريه كده يعني. فانا حبيت ان انا اوريهولكوا واخد رايكم برضو فيه، وفي نفس الوقت حبيت ان انا اديكوا فكره عنه، لان بصراحه ده سهل جدا جدا يا جماعه. بصوا، احسن بقى من السجاد واحسن من الكلام ده كله. بصوا، انا حبيت اوريكم الحيطه عندي الواناتها ايه والستائر الواناتها ايه، عشان انتوا تفيدوني انه لون اللي هيمشي معايا في الفرش يعني. ماشي. هو يعني هو السجادة دي، انا حابة اللون ده بصراحة، بس هل ده هيمشي معاه للحيطان اللون الكشمير واللون السيلفر، ولا اللون ده اللي هيمشي اكتر؟ بس انا حاسة ان ده قافل طافي كده، كئيب يعني. هو حلو، الواناتها حلوه، بس انا حاسه ان هي لونها غامق كده مش منوره، وانا بصراحه انا بحب الحاجه اللي هي بتبقى مفتحه المكان. فهل اللون ده هيمشي مع الفرش الصالة، مع الدهان بتاع الصالة، مع الستاير، مع الانتريه، ولا اللون الاولاني اللي انتوا شفتوه؟ انا محتارة بصراحة، وحبيت اخد رأيكم، وحبيت برضو اعرفكم بالسجاد اللي هو بديل السجاد ده يا جماعة. الخامة بتاعته حلوة جدا، جميلة جدا، وخفيف وسهل في الشيل وسهل في الغسيل. وبيبصوا يعني يتغسل ويتنشر، ممكن يتفرش بالليل، اسهل كتير كتير من السجاد، وشكله وذوقه حلو جدا، وشكله تحفة جميل. يعني انا شايفة اغلبية الناس ما عادتش بتشتري السجاد التقيل التهمة ده بيغني عن السجاد جامد يا جماعة. ماشي. فانا حابه ان انا افرش بقيه شقتي يعني من النوع ده. هو انا جايبه منه حاجات للطرقه وكده، يعني جايبه منه حاجات صغيره، بس انا ما جبتش الخامه دي. سجاد كبير. دي بقى انا جايباها افرشها يا جماعه قدام باب الشقه كده. يعني حته طويله كده قدام باب الشقه. انا هوريها لكم دلوقتي. انا جبت دي عجباني، والورده بتاعتها عجباني، واللون بتاعها حلو جدا عاجبني، وداخل ايه يعني في البيجات وفي الكشمير كده، هيمشي مع اللون، وهي عجباني بصراحه. بس انا كنت عايزه افرش معاها واحده من الكبار اللي انا وريتهم لكم. فهل اللي فوق دي يعني دي اللي تمشي؟ انا شايفه دي تمشي معاها اكتر، ودي انا حباها، بس مش عارفه اللون التركوازي اللي فيها ده هيمشي مع الفرش بتاع الشقه ولا لا. هما البنات بيقولوا لي يا ماما حلو، يعني ده مدي حاجه مختلفه كده نطقاها. ماشي. فانا عايزاكم برضو تقولوا لي وتفيدوني. بصوا يا جماعه، الخامه بتاعتها تحفه، خامتها حلوه جدا والله. ومن تحت عامله زي، بس انا ايه، نسيت اصورها بصراحه. من تحت فيها حبيبات خشنه كده، ان هي تبقى لازقه في السيراميك علشان ما تتحرك. بصوا يا حبايبي، هي دي بقى الحته اللي انا هحط فيها المشايه دي. ده المكان اللي انا هحط فيه المشايه. انا حبيت اوريها لكم من اولها لاخرها، وحبيت اوريكم الستاره مع الجدار الكشمير مع الجدار السيلفر اللي انا كنت موريه لكم في اول الفيديو. دي مع اهني واحده من الاتنين اللي انا وريتها لكم هتمشي اكتر، واهني يعني هي دي عجباني جدا يعني. ماشي. اهني واحده بقى من الاتنين اللي انا وريتها لكم دي تريق معاها اكتر، وتريق مع الفرش، تريق مع الجدران، يعني تمشي معاها اكتر. ماشي. بس انا حبيت اديكم فكره عنها، لان اللي والله حلو جدا وسهل جدا، يعني حاجه كويسه، وكشكل كذوق حلو، خفيف، بيدي منظر جدا للمكان اللي انتوا حاطينه فيه. انصحكم اللي عايز بقى يشتري على العيد، يعني انا هفرش ده على العيد بصراحه. انا جبته وهفرشه في العيد ان شاء الله اذا عشنا ولنا عمر. فانا حبيت ان انا ايه اصوره واوريه لكم، وتقولوا لي ايه رايكم فيه. هي دي عجباني كالوان كرسمه كده، دي عجباني جدا. ماشي. في برضو دي ده شكل تالت منهم. برضو حبيت ان انا اخد رايكم فيه. معليكم من اللي عدى ده، دول عيال سيلفي. كانوا بيلعبوا بالبتاع، فرحانين بيها كده ويلعبوا وانا بصور يعني. ففي برضو اللون ده
ايه رأيكم فيه؟ يعني انا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم يعني. وبرضه حبيت ان انا اقول لكم على المنتج ده يا جماعة، اقسم بالله السجاد ده حلو جدا. السجاد ده حلو جدا، حلو عملي وكشكل ومنظر وخامة. حلو يا جماعة جدا، ومن تحت عامل زي الحبيبات كده بيمسك في السيراميك عشان ما يتحركش. فانصحكم اللي حابب يشتري على دخلة العيد وكده بقى، اكترنا بنجيبوا حاجات جديدة. اشتروا لو انتوا حابين ان انتوا تشتروا، اسألوا عليه. هو اسمه بديل السجاد يا جماعة، الخامة اللي هي القطيفة، بديل السجاد. فهاتوا منه، وسعره حنين وسعره كويس عن السجاد التاني. يعني هي السجادة الكبيرة دي السجادة دي 2 في 3 يا جماعة. ماشي، عاملة 1200 جنيه. حلوة جدا، جربوها. ما